الجني قال مش قادر أخرج منها. الشيخ سأله ليه؟ قال له لأن خايف إن الساحر يقتلني. فقال له الشيخ روح لمكان ما يعرفوش الساحر ده. فقال له هيبعتوا ورايا جن يجيبني. فالشيخ قال له لو أسلمت وتبت لربنا هعلمك آيات من القرآن هتحميك من شر الجن. قال له لا أنا نصراني. فقال له الشيخ لا إكراه في الدين، لكن المهم إنك تخرج منها. قال له مش هخرج. قال له خلاص هنقرأ عليك القرآن لغاية ما تتحرق. وضربه الشيخ ضربا شديدا فبكى وقال سأخرج. وخرج الحمد لله. علشان كده العلاقة بين الساحر والجن المسخر لخدمته علاقة كره وبغض، وعلشان كده برضو الجن بينتهز أي فرصة وبيأذي الساحر فأهله وأولاده وماله، وممكن يأذي الساحر نفسه من غير ما يحس، زي إنه يجيب له صداع دائم، أو يصيبه بالأرق المستمر وقت النوم، أو الفزع بالليل. بل بيوصل الأمر إنه ممكن يقتل الجنين في رحم زوجته قبل ما يكتمل خلقه بإذن الله. وعلشان كده بنلاقي بعض السحرة بيتوبوا وبيتركوا السحر علشان ربنا يرزقهم بأطفال. ممكن بقى المريض الروحي يروح لمعالج ويلاقيه بيقول كلام غريب مش فاهمه، لكن في وسط الكلام ده بعض الآيات القرآنية، فيفتكر إنه كده بيعالج بالقرآن ويقول بس أنا هفضل مع الشيخ ده، والحقيقة إنه بيعالج بالسحر مش بالقرآن. وعلشان كده هنوضح بعض الأمور علشان الناس تقدر تفرق ما بين الساحر وما بين المعالج بالقرآن والرقية الشرعية الصحيحة. أول حاجة عايزين نعرفها كيف يحضر الساحر جنيا. الحقيقة هو في طرق كتير. الطريقة الأولى طريقة الإقسام. الساحر بيدخل أوضة ضلمة وبيولع نار ويحط عليها بخور حسب الموضوع المطلوب منه. لو كان سحر بالتفريق والعداوة بيكون البخور ده ريحته كريهة، ولو كان سحر محبة أو فك الربط ما بين الراجل وزوجته مثلا بيكون البخور ده ريحته حلوة. ويبدأ يردد طلاسم شركية معينة فيها تعظيم لكبراء الجن وإقسام عليهم بسيدهم والاستعانة والاستغاثة بيهم، بشرط إن الساحر ده عليه لعنة الله لازم يكون مش طاهر، إما يكون جنب أو لابس ملابس نجسة. وبعد لما يخلص بيظهر قدامه شبح على هيئة كلب أو ثعبان مثلا يعني، ويأمره الساحر باللي عايزه منه. وممكن ما يظهرش حاجة ويسمع صوت بس، وممكن ما يسمعش ويبدأ بقى يعمل عقد على طول على أثر من أثار الشخص اللي عايز يسحره ده، زي شعره أو لبس فيه ريحته، وبعدين يؤمر الجني باللي هو عايزه منه. هنركز على إيه في القصة دي؟ هنركز على لا إكراه في الدين. الشيخ ما أجبرش الجني إن هو يدخل الإسلام، هو دعاه للإسلام ونصحه، ولما رفض سابه براحته، لكن طلب منه إن هو يخرج من المرأة وما يأذيهاش. تاني حاجة إن الجن ممكن يحضر على المريض وينطق على لسانه، واللي هيقدر يعرف ده ويحدده شيخ خبير، لأن أحيانا بيكون الإنسان مريض نفسي وعقله الباطن هو اللي بيتكلم وبيفتكر إنه جواه جن. هنوضح أنواع حضور الجن على الإنسان بالتفصيل في حلقات تانية إن شاء الله. نستنتج من كده إيه؟ حاجتين. أول حاجة إن الجن بتحب الأماكن الضلمة، يبقى الأفضل للمريض الروحي أو للإنسان عامة إنه ما يقعدش لوحده في مكان ضلمة. تاني حاجة إن الجن بيحبوا النجاسة، يبقى الاستحمام والطهارة بشكل يومي يعتبر جزء مهم في برنامج العلاج للمسحور. إيه بقى الشرك في الطريقة دي؟ 1 إن الساحر بيقسم بالجن وبيستعين بيهم. 2 إن الطلاسم اللي بيقولوها بيكون فيها شرك صريح طبعا. اسمع كلام ربنا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربنا العظيم أخبرنا هنا إن اللي بيتعامل بالربا في الدنيا هيقوم من قبره زي اللي بيسرعوا الشيطان بالجنون والصرع والمس، هيكون متخبط نفس التخبط ده. الطريقة التانية طريقة الذبح. الساحر بيجيب طائر أو حيوان بأوصاف معينة بيطلبها منه الجني، وغالبا بيكون لونها أسود لأن الجن بتفضل اللون الأسود، وبيذبحها من غير ما يذكر اسم الله عليها، وممكن يلطخ المريض بدمها أو لأ، وبعدين بيرميها في أي خرابة أو مكان مهجور. والأماكن دي غالبا بتكون مساكن للجن،
ويرجع بيته ويقول الطلاسم والعزائم الشركية دي، وبعدين يأمر الجني بالحاجة اللي عايزها. ايه بقى الشرك في الطريقة دي؟ 1. الذبح للجن. طبعا ده محرم باتفاق العلماء، لأن هو شرك، لأن هو ذبح لغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. 2. الألفاظ اللي بيقولها وهو بيحضر الجن لازم يكون فيها شرك صريح، وعلشان كده ما ينفعش المسلم يرقي برقية وهو مش فاهم معناها، لأن ممكن يكون جواها شرك. اسمع كده الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها علي، فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. الحديث بيوضح إن العرب في الجاهلية كانوا بيستخدموا الرقية، ولما جه الإسلام وافق على الرقى الخالية من الشرك وأقرها، ونهى عن الرقية اللي كان فيها أمور شركية وألفاظ جاهلية. في الحديث ده جابر رضي الله عنه بيقول إن في رجل لدغته عقرب، فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يرقوه، والرسول أذن ليهم بكده لأن الرقية ما كانش فيها شركيات وكان فيها نفع للرجل. الطريقة الثالثة الطريقة السفلية، بيستخدمها أعظم السحرة كفرا. بيلبس الساحر عليه لعنة الله المصحف في رجله على شكل حذاء، وبيدخل بيه الحمام، وبيردد بعض الطلاسم الكفرية، وبيؤمر الجن باللي عايزه. مش بس كده، ده لازم يرتكب بعض الكبائر زي الزنا مثلا، ربنا يعافينا. الطريقة الرابعة طريقة النجاسة، بيكتب الساحر الملعون سورة من سور القرآن بدم الحيض أو بأي نجاسات تانية، ويبدأ يقول الطلاسم الشركية علشان الجن يحضر ويأمره باللي هو عايزه. نعوذ بالله من الخذلان. الطريقة الخامسة طريقة التنكيس، بيكتب فيها الساحر عليه لعنة الله سورة من سور القرآن بحروف مفردة معكوسة، يعني من آخرها لأولها، وبعدين بيقول طلاسم شركية ويبدأ يؤمر الجن بالمطلوب. الطريقة السادسة طريقة التنجيم، الساحر بيستنى فيها طلوع نجم معين وبيكلمه ببعض التلاوات الشركية مع بعض الحركات الكفرية كأنه بيعبد النجم، فبتبدأ الشياطين تلبي أوامر الساحر اللعين، وبعض السحرة بيفتكروا إن النجم هو اللي بيساعدهم مش الشيطان. الطريقة السابعة طريقة الكف، الساحر بيجيب طفل صغير بشرط يكون مش متوضي، وبياخد كف ايده الشمال ويرسم عليه مربع ويكتب حواليه طلاسم سحرية بتحتوي على شرك، ويبدأ يقرأ العزائم الشركية دي ويسأل الطفل شايف ايه، وبكده هو طبعا هيأذي الطفل المسكين معاه. الطريقة الثامنة طريقة الأثر، الطريقة دي ممكن تخدع المريض لأنه بيروح للساحر بنية الشفاء. الساحر يبدأ يطلب منه حاجة من أثره ويعقدها بطريقة معينة ويقرأ عليها سورة قصيرة من سور القرآن بصوت عالي. المريض أول لما يسمعها طبعا يطمن لأن هو سامع كلام ربنا، لكن اللي مش عارفه إن الساحر ده بيقول في سره طلاسم شركية، والسر كله مش في السور اللي هو قالها قدامه بصوت عالي، السر كله في الحاجات اللي هو قالها في سره علشان يحضر الجن. في حد بقى ممكن ينتقد علينا ان احنا بنقول الطرق دي فنعرف بيها اللي مش عارفها. الحقيقة ان الموضوع مش كده، لان مش مجرد ما قعدت في أوضة ضلمة ولا ولعت بخور كده الجن هيحضر. السر كله في الطلاسم الشركية اللي الشخص ده بيقولها، واحنا بنوضح كده علشان في بعض الناس بتفتكر ان السحر ده دلوقتي مجرد ذنب، يعني ذنب عادي انا بعمله. لا، السحر لازم يحصل فيه كفر، هو مش بس ان انا بأذي الشخص اللي قدامي، لا ده أنا بكفر بالله سبحانه وتعالى. وكمان بنوضح علشان الناس تعرف الفرق ما بين الساحر وما بين المعالج بالقرآن والرقية الشرعية الصحيحة. نرجع بقى للقصة الجني اللي قال مش قادر أخرج منها. خد بالك إن الجن ممكن يمثل عليك علشان يوهمك إن هو خرج منك. مثلا لما تيجي تسمع الرقية تلاقي إيدك تترفع لوحدها ويوسوس لك إن هو كده خرج من إيدك يعني، ويقعد يشغلك بقى، فتقعد تفكر هو خرج ولا ما خرجش. مش عايزين نفكر بالطريقة دي، هو جواك وعارف انت بتفكر في ايه كويس، فما تشغلش بالك، هو دخل جسمك ولما يجي يخرج مش هيستأذنك. المطلوب منك بس ان انت تنشغل بالبرنامج العلاجي بتاعك والخروج والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. واحفظ القاعدة دي،
كل ما طال بقاء الجن في الجسد كل لما هيحصل مع الأسف ألفة ومحبة منه ليك، وممكن يعشق المريض. زي مثلا لما فار كده يدخل عندك البيت الدافي ويلاقي أكله ويلاقيك مش بتهاجمه، هيلزق في المكان وممكن يجيب لك أصحابه كمان. فرجاء ما تهملش البرنامج العلاجي بتاعك حتى لو تعبان. في دلوقتي سؤال مهم جدا: هل تستمر المرأة المصابة على الرقية في فترة الحيض؟ طبعا، واوعي توقفي البرنامج العلاجي بتاعك لأي سبب لغاية ما تخفي. طب هل ممكن الجن يخرج من جسمك وانت نايم؟ ممكن طبعا، لأنه هيحاول يستغل أي فرصة قدامه علشان يخرج من جسمك، علشان يستريح من الآلام اللي انت سببتها له بالقرآن والرقية. نيجي بقى للتطبيق العملي لحلقة النهاردة. 1. قراءة المعالج للقرآن مش دليل على إنه مش ساحر. 2. السحر مش ذنب عادي، من سحر فقد كفر. 3. لا إكراه في الدين، عليك بالدعاء والنصيحة فقط. 4. خليك نظيف.